السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. الاقتراح ديال اليوم غنديرو دي ميني كيك. من بين الاقتراحات اللي دائما كنحاول أنني نتقاسمها معكم بالنسبة للكوتي الوليدات أو حتى الضيوف ديالنا كيجيو فعلا رائعين همويين، والشكل ديالهم كيجي رائع وزوين، وحتى المذاق كيجي بنين. غادي نديروهم بهاد لي كيك هادو، غنديروهم بالتفاح بواحد الخلطه اللي كتجي زوينه بزاف، واحد كتجي معلكه وكتجي صراحه المنظر ديالها وحتى المذاق كتجي فعلا رائعه وسهله. هاد الميني كيك كلهم غنديروهم غير بيضه وحده، ما فيهمش قوه المقادير، يعني سهلين اقتصاديين وكيوجدوا لنا بسرعه. وكيف ما العادة ما تنساونيش الله يجزيكم بخير بالدعاء بالرحمة لأمي وأبي. فبسم الله على بركة الله. كنحتاجو حبة ديال البيض من الحجم يعني متوسط، كتكون دائما بحرارة ديال المطبخ. كاس لارب ديال سكر، حبيبات يعني دائما بقياس كأس العنبة. رشة ديال الملح دائما كنديروها لتصحيح الذوق، وكنمزجوا العناصر كلها حتى كيذوب لنا داك السكر او ديك السنيده، يعني غير كتذوب ماشي ضروري يعني اللون ديالها يفتح. هنا كنديروا نص كاس ديال الزيت، وكنمزجوا دائما وحنا كنخلطوا الخليط ديالنا غير بالفوي. هنا كنديروا كاس ديال الماء اللي كيكون دافئ، ودائما كنمزجو. كندير هنايا ربع معلقه ديال الخميره ديال الخبز، كتعطينا واحد القوام اللي هو زوين بزاف لهذا الكيك هذا. درت هنا قشور ديال الحامض، ممكن تنسمو بالفاني او ديروا اي نكهه بغيتو، يعني هذا المذاق ديال الحامض، لوزاز ديال الحامض كيجي خطير وزوين مع المذاق ديال التفاح. هنا عندي 2 كيسان ديال الدقيق الناعم، كيس ديال خميره الحلويات، واحد معلقه صغيره ديال الخل كتعطينا حتى هي واحد الطراوه زوينه لهاد الكيك. وهاد الخل راهو يعني هو راه كماده حافظه، يعني كتخلي لنا الكيك ديالنا اطول مده ممكنه. صافي كنمزجوا العناصر حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون بهذا الشكل هذا، يعني كيكون شويه ثقيل ما كيكونش خفيف. كناخذوا هنايا بالنسبه للحشوه اللي غادي نديرو، كان عندنا التفاح، يعني التفاح العادي اللي كيكون داك الاخضر، يعني التفاح اللي كيكون العادي. هنا ممكن نديرو 2 تفاحات كبار، هنا التفاح صغير، يعني غندير 4 ديال الحبات ديال التفاح. يعني هذا التفاح الرقيق راه كيكون رخيص ومتوفر في الاسواق، فبالنسبه لهاد لي كيك انا ديما يعني كناخذ غير هاد التفاح هذا. يعني بالنسبه لي كيك ديال التفاح او اي حاجه ديال التفاح بالنسبه يعني الحلويات كناخذ غير هاد التفاح، يعني كيكون الثمن ديالو رخيص. اما التفاح يعني داك الكبير او داك الحمر فهداك يعني كنخليوه غير الديسير، يعني ما كنستعملوش هكا في الحلويات. اما التفاح راه حاليا راه الموسم ديالو راه يعني موجود ومتوفر في الاسواق ورخيص، يعني الثمن ديالو راه ماشي غالي. كنحكو بهاد الحكاكه هادي على هاد القوام هذا، كنحيدوا القشور. الا كان عندكم داك التفاح يعني داك الحمر داك الهشيش، فماشي ضروري تحيدوا ليه ديك القشره. يعني راه فايت شاركت معكم يعني الديطاق بالتفاح اللي كيكون مستعمله داك التفاح الحمر، راه ما كنحيد ليهش القشره. صافي من بعد ما ساليت داك التفاح اللي عندي حكيته بديك الحكاكه الغليظه، كنزيد عليه هنا زدت عليه واحد المعلقه ديال البيستاش كان عندي متوفر، ممكن تزيدوا معلقه ديال الكاوكاو او اللوز او اي مكسرات بغيتو. هنا زدت سكر، هنا معلقه ديال السكر و شوكولاته، عفوا شوكولاته حبيبات. ممكن نزيدوا الزبيب، ممكن نزيدوا اللوز، الكاوكاو، الكركاع اللي بغيتو. هنا زدت واحد نص معلقه ديال القرفه كتعطيه واحد المذاق اللي هو خطير فعلا. هنا كنمزج العناصر كلها كما قلت لكم، اي مكسرات بغيتو ديروها، يعني ماشي شرط ديروا يعني شي مكسرات معينه. صافي هنا كنمزج الخليط مزيان،
الا شفتوا هنا راه اللون تغير ديال التفاح، لان البيستاش راكم عارفين عطاه داك اللون الخضر. هنا عندي هاد الليمون ديال الميني كيك، عندي اللي متوسطين، عندي الصغار وعندي اللي الحجم ديالهم صغار من هادوك. صافي كنعمر لي كيك ديالي بهذا الشكل هذا، يعني ما كنعمرهمش يعني حتى الفوق، كنخلي غير واحد الجزء اللي هو فارغ من الفوق باش غندير فيه ديك الحشوه ديالي ديال التفاح. هنا راه استعملت جوج انواع ديال الليمون، يعني هادو الصغيورين والاخرين المتوسطين. ممكن ديروا اي نوع ديال الليمون عندكم باي شكل بغيتو، ممكن ديروهم حتى في يعني في مول كبير، راه حتى هما كيجي صراحه كيجيو زوينين. راه فايت شاركت معكم هاد الكيكه في مول كبير، كتجي صراحه زوينه بزاف، حجم عائلي. صافي هنا كنبقى نحط الحشوه ديالي كنوزعها، كنحاول اني نوزعها على ليمون كاملين وعلى لا طاغط كلها. كما قلت لكم يعني هاد اللون ديال التفاح جا خضر لان درت داك المعلقه ديال البيستاش هي اللي عطاتو داك اللون، هذاك اللون الاخضر. هنا كنحاول انني نقد الحواف ديالو، كندخل داك التفاح باش ما كيتحرقليش في الفرن. كنحاول انني غير نقادو من الجوانب. صافي في هاد الاثناء راه كيكون عندي الفران مشعول يعني سخون على درجه 180، كنديرهم من التحت حتى كيطيبوا، من بعد كنشعلهم من الفوق حتى كيتحمروا. هادو هما لي كيك ديالنا من بعد ما وجدوه. هنا راه باقيين سخانين، هنا راه مازالين يعني سخانين دغيا كيتحيدوا من هاد الليمون هادو. لا عندكم هاد الليمون هادو راه صراحه زوينين وعمليين، يعني كنضمنوا ان الحاجه يعني ما كتلصقش لنا 100%، واخا راه كندهنوهم بالزبده والدقيق، ولكن صراحه زوين هاد الليمون هادو ما كيلصقوش. صافي الكيك ديالنا كما كتشوفوا كيجيو زوينين وبريستيج صراحه. المنظر ديالهم رائع، حتى المذاق يعني خطير خطير جدا. كتجي فيهم كيجيو هشاشين ومعلكين يعني بواحد الشكل اللي هو زوين بزاف. كيبقاو لنا مده يعني في الثلاجه، ما يعني كيحتفظوا دائما، كيبقاو في نفس الطراوه ديالهم وفي نفس يعني الهشاشه ديالهم. فكنتمنى انكم تجربوهم وتعتمدوهم يعني لوليداتكم او الضيوف ديالكم. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم الفيديو دعوا لامي وابي بالرحمه.